انتشر في الفترة الأخيرة دواء تخسيس، هو دواء معجزة مصري مصرح به من وزارة الصحة، كل مكوناته طبيعية وبيخسس. ودلوقتي معظم دكاترة اتكلم عن فوائده وأضراره، هل هو يستاهل الضجة اللي هو واخدها؟ وهقول لكم اسمه في آخر الفيديو. الدواء ده 4 مكونات طبيعية: الجارسينيا، الكروميوم، الشاي الأخضر، القهوة الخضراء، كلها مواد بتساعد على التخسيس وتظبيط الشهية او تخليك مش عايز تاكل، وبتزود الحرق جدا، لانه الشاي الاخضر والقهوة الخضراء معروفين ان هم بيزودوا الحرق. وكمان الكروميوم وبيعالج مقاومة الانسولين، والجارسينيا اللي بيسد الشهية وبيعلي الحرق، فكلها مكونات جبارة. ده غير ان هي طبيعية وبتخسس جدا. طب هل هو لوحده بيخسس لوحده؟ كل الادوية بتخسس مع الدايت ومع الرياضة، ولازم تتاخد تحت اشراف طبيب، ما ينفعش تاخدها لوحدك. لكن مكوناته طبيعية ومفيدة جدا، فبالتالي مع الدايت ومع الرياضة هيخسس جدا جدا جدا. اولا بيعمل على تظبيط الشهية زي ما قلت، بيزود الحرق في الجسم جدا، بيدي باور وطاقة لممارسة التمارين الرياضية، فبيديلك احساس بالنشاط وبالحيوية. طبعا كل المواد اللي انا قلتها مضادات اكسدة، فبتعمل على تحسين البشرة والشعر والجلد، خاصة القهوة الخضراء، ومفيدة جدا لصحة القلب، مفيدة لتحسين مستويات السكر في الجسم، بتعمل على تخفيض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، فكله فوائد جميلة جدا جدا. قبل الأكل بنص ساعة 3 مرات في اليوم. من عندها أمراض القلب والضغط والسكر والحوامل والمرضعات بدون إشراف طبيب، لأنه الكافيين اللي فيه عالي جدا، فبيعمل على زيادة ضربات القلب وبيعلي الضغط وبيعمل أرق وصداع واضطراب في الجهاز الهضمي، وكمان مشاكل للناس اللي عندها أنيميا، لأنه بيقلل امتصاص الحديد شوية في الجسم. لكن غير كده هو كله فوائد، مع شرب المية، مع ممارسة التمارين الرياضية، مع الدايت هيجيب نتيجة كويسة جدا. ابعدوا عن الأدوية المستوردة اللي بتشتغل على المخ، وابدأوا امشوا على الأدوية المصري اللي متوافق عليها من وزارة الصحة، اللي فيها مكونات طبيعية وبس. يعني الناس اللي هي ماشية ورا أدوية الإنترنت وأدوية الفضائيات، بلاش الأدوية دي، بتدمرك حرفيا. خليك في الأدوية الطبيعية اللي بتتاخد طبعا تحت إشراف طبيب، ما ينفعش تاخد الأدوية دي من نفسك. الدواء ده حرفيا مكسر الدنيا. الدواء ده قوي جدا جدا. لو عايزين تعرفوا في الكومنتات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم.